حبايب قلبي، يلا يا بنات نخش المطبخ ونشوف هنعمل ايه. جبنة كده، حاجة كده، جبنة أكلة موفرة جدا موفرة جدا. رحت السوق وجبت ايه يا شهرزاد؟ لقيت البسارية، عارفينها انتوا البسارية السمك الصغير قوي قوي ده. تمام. جبته وجيت غسلتها وشطفتها وشلت الراس بتاعتها وبليمون وبدقيق وخليتها زي الفل. وجبت بقى عملت لها الخلطه الحلوه دي اللي هي ايه. جبت الدقيق نخلته وحطيت عليه كمون وكزبره وفلفل اسود وكمون وبهارات السمك، وحطيت كوبايه دقيق، وكل ده قلبته في بعضه. وطبعا ايه زي ما انتم شايفين عفرت البسارية فيه. طبعا قبل ما اعفر البسارية كنت انا غسلاها ومنضفاها وعامله لها خلطه بالثوم والملح والكمون والفلفل، وده كله كنت ايه متبلاها في قلب الخلطه دي يا حلوين. تمام. جبنا بقى الطاسه بتاعتنا زي ما انتم شايفين وقلنا ايه، هنقلي البسارية. والله ما بكذب عليكم يا جماعه، على قد كده، على قد ما هي يعني مش غاليه وكده، بس اكله بسيطه وموفره جدا. وتقدري تعملي لعيالك كل حاجه حلوه وبابسط التكلفه خالص، يعني ما تكلفيش نفسك. يعني يوم زي ده عدى كده ما تكلفش معانا 50 جنيه، واتغدينا وكنا مبسوطين وزي الفل. والحمد لله وحمدنا ربنا والحمد لله. فاحنا بنتكلم في ايه، ان احنا بنوفر على قد ما بنقدر، عشان انتوا عارفين الدنيا غاليه. فانا جبت كيلو البسارية ده وعملته لولادي وعملت جنبه شويه رز كده صياديه بالخلطه الجميله اللي زي الفل. فانا بعرفك يا حبيبه قلبي ان انت ممكن توفري برضو وتعملي كده زيي. افكار حلوه تتعلمي وانا اتعلم منك برضو. طبعا خلصت قليت البسارية وما رضيتش ارمي الزيت، قلت لا يا شهرزاد ترمي الزيت ليه؟ ما ينفعش، الزيت غالي وانتوا عارفين طبعا. رحت جايه خرطه بصلتين كده ولاد ناس محترمين، ورحت جايه مصفيه الزيت بتاع السمك اللي انا قليت فيه البسارية، ورحت نازله عليه بالبصلتين وحمرته لحد ما خلاص كان قرب يبقى ايه، بني. ونزلت عليه بنص قرن فلفل الوان احمر واصفر. الخلطه دي يا جماعه تحفه. ونزلت كمان بكاري وكمون وفلفل اسود وشويه توم باودر. تمام. وقلبت الخلطه دي كلها على البصلايه، مع ورقتين لورا، مع مرقه الدجاج، مع معلقتين دبس رمان. بسم الله ما شاء الله، بقول لكم ايه، اقسم بالله شويه الرز دول تحفه. والتركايه دي بقى حلوه قوي، جربيها مش هتندمي. بعد ما تحطي الخلطه دي كلها وتيجي تحطي الرز وتقلبيه، حطي جزرايه مبشوره. والله ما بكذب عليك، بصي شكل الرز عامل ازاي، الجزرايه مبشوره دي مع الخلطه اللي انا عملتها قدامكم تحفه. ودت الرز في حته تانية خالص. احنا كلنا الرز قبل البسارية، والله مش بكذب عليكم. بصوا بقى منظر الرز تحفه، بوريكم الخلطه بصوا عامله فيها ازاي في الرز ازاي. تخشي المطبخ وايه وطلعي احلى ما عندك لاولادك، ومش شرط تكلفي وتعملي. لا بصوا شكل الاكل بتاعي كان تحفه. واسيبكم على خير يا اخواتي في فيديو جديد، وهتنسوا اللايك لشهرزاد. اللايك يا حبايب قلبي، ومع الف الف سلامه.